السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي قناة احلى الاكلات مع بوسي. لو لاول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد وتفعلوا زر الجرس. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم طريقة عمل المكرونة باللبن او العزيزية الدمياطي بطريقة اكبر المحلات. عندنا المقادير: 2 لتر الا ربع لبن، 3/4 كوب شعرية، 3/4 كوب سكر، وممكن مكرونة سباكيتي بدل الشعرية بس تكون مسلوقة، 3/4 كوب نشا، نص كوب ماء، ذرة فانيليا. عندنا اللبن هنرفعه على النار، واول ما يبدأ ان هو يدخل في الغليان هننزل بالشعرية، وهفضل اقلب ما اسيبش خالص التقليب عشان الشعرية ما تلزقش في الحلة. هبدأ ان انا اقلب، وبعد ما الشعرية تبدأ ان هي تدخل في السوي واستوت تماما انزل بالسكر وافضل اقلب. وبعد ما انزل بالسكر هنزل بذرة الفانيليا، وهجيب النشا بتاعتي اقلبها في نص كوب الماء، وهبدأ ان انا انزل على اللبن بيها. وده سمك العزيزية بتاعتي او المكرونة الدمياطي، بتبقى ايه؟ عجين سايل كده، خليط سايل. هبدأ ان انا اجيب صينية وادهنها سمنة وانزل بالعزيزية بتاعتي او المكرونة، وابدأ بقى ان انا احطها على جنب، ما اجيش جنبها خالص عشان تعمل الوش الطبق اللي هو زي الجاهزة بالظبط اللي بنشتريها من المحلات. هنا بدأت ان انا اجيب معلقة عسل نحل على معلقة سمنة، وبدأت ان انا ادهن الوش بعد ما بردت تماما خالص، بعد ساعتين بعد ما بردت بدأت ان انا ادهن الوش. طبعا دخلتها فرن سابق التسخين على حرارة 180. اول ما بتاخد لون من الحرف ببدأ ان انا اشغل الشواية واحطها على الرف الاوسط، ما برفعهاش فوق. وده لونها بعد ما خرجت من الفرن. وبألف هنا وشفا عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم.